السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يملك المؤمن بالله إلا أن يسلم بحكمته وعدله، ولا يقف أمام الاختبار إلا موقف الضعيف اللاجئ إلى ربه، فيرضي قلبه بأن ما جرى إنما جرى لأمر يريده الله تعالى، وأنه إن صبر فسيكون له الجزاء العظيم، اختبارا لصبره أو رفعا لدرجاته أو إعدادا له لأمر أعظم، إيقانا بالعدالة الإلهية الكاملة. فلا يكون هذا الكون بكل خيره وشروره إلا اختبارا يبحث عن تجاوزه بما يرضي الله تعالى عنه فيه. فما بالك بزلزلات الساعة؟ إن الإثم حجاب، فالإنسان قد لا يتوقف متأملا الأشياء التي ألفها حتى يحدث انقلاب في معهود الأشياء، حينئذ يشعر الإنسان بحقيقة عن الله. ولنأخذ كارثة زلزال تركيا وسوريا على سبيل المثال، فقد جرى في أقل من دقيقتين ما يشيب له رأس الوليد، ومبعث ذلك أن الناس لم يشعروا بنعمة قرار الأرض إلا حينما مادت من تحتهم وأسقطت بيوتهم وآمالهم، فشعر الجميع بضعفهم الشديد أمام مخلوق من مخلوقات الله. ألا يستوجب هذا أن يقف الإنسان لأجله معتبرا لنفسه، فيحثها على الفوز في هذا الامتحان بالصدقة والتطوع والتعبد والتعلم، وكل ما يمكن أن يكون سببا في نهضة إنسان أو مجتمع أو أمة. ما بال الإنسان يفزع لزلزلة لحظات؟ ما الذي سيقاسيه حين تضرب الأرض من شرقها إلى غربها فتخرج أثقالها إيذانا بساعة الحشر ووضع الموازين للقسط؟ والله المستعان. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو أن يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.